السيد الوكيل العام في الكلمة القيمة في حق هيئة الدفاع والسادة المحامين والمحاميات، وفي حقي شخصيا كممثل لمؤسسة النقيب. والتصريح سينبني على بعض الملاحظات الأساسية. السياق العام الذي انخرط في هيئة المحامين هو سياق مطبوع بشعار أساسي، وهو إحقاق أمن قضائي فعلي، وكذلك تقديم خدمات ناجعة وفعالة وسريعة وعادلة كذلك للمواطن. طبعا نحن كمحامين وكمؤسسة ديال النقيب نحن جزء من هذه الديناميكية اللي لعبوا فيها السادة المسؤولين والسيد الوكيل العام خصوصا دور كبير جدا ودور قيادي في هذه الديناميكية وفي هذه القفزة القوية على مستوى الشأن القضائي على مستوى دائرة خريبكا. طبعا بدورنا كان لابد من مواكبة هذه الديناميكية، وذلك بتخليق والرفع من مستوى الأداء مهنة المحاماة، والرفع من مستوى القيم المهنية النبيلة على مستوى المهنة. ابتدأنا بملف أساسي هو التصدي والقضاء على الشكايات المواطنين ورد المظالم للمواطنين، وقد وفقنا الحمد لله في هذه القضية، بحيث من 300 شكاية مترتبة على الهيئة من فترات سابقة، الآن بهيئة المحامين ولا شكاية، 0 شكاية. وانتقلنا من هذا المستوى التخليقي الصرف إلى مستوى أكبر على مستوى الهيئة، وهو الانخراط في ديناميكية اجتماعية لفائدة المحامين. وأنجزنا نادي لهيئة المحامين هو في مراحله النهائية الآن، كذلك أنجزنا وهذه لأول مرة وهذه تجربة فريدة على الصعيد الوطني نظام تقاعد تعاضدي، وهذه التجربة هذه اللي باقي الهيئات ديال المغرب اقتدت بها وعممت على الصعيد الوطني، بحيث الآن حولنا هذه الأموال ديال التقاعد إلى ميدان الاستثمار. ونحن الآن في طور إنجاز مشروع سكني ضخم لفائدة هيئة المحامين، وبالتالي فهيئة المحامين بخريبكا قفزت من التدبير الإداري للمشاكل اليومية إلى هيئة ريادية على مستوى إنجاز مشاريع اجتماعية كبرى لفائدة، ويعتبر الآن هيئة المحامين هيئة نموذجية على الصعيد الوطني في هذا الميدان. كذلك يمكن القول بأن هيئة المحامين كانت سباقة في طرح قضية أساسية، وهو تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن القضية الوطنية، وقد عممت هذه القضية التي كان مصدرها هو هيئة المحامين ونقيب هيئة المحامين بخريبكا. كما أن هيئة المحامين على الصعيد الوطني كانت سباقة إلى الدعوة إلى تأسيس مرصد محلي للإخلالات المهنية والقضائية الذي عمم كذلك على الصعيد الوطني، والآن نحن في طور إنجاز المرصد الوطني للإخلالات المهنية والقضائية. إذن كما تلاحظون فإن هيئة المحامين أصبحت رائدة على مستوى هيئات المغرب وعلى المستوى الوطني في طرح قضايا جديدة وفي طرح مقاربات جديدة، سواء على المستوى الوطني والمواكبة القضية الوطنية بالدعوة إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن القضية الوطنية، أو على مستوى الانخراط في تحديث القضاء وتخليقه وإلى غير ذلك بالدعوة إلى تأسيس مرصد وطني، وقد أسسناه على الصعيد المحلي الآن وهو يشتغل، ويمكن أن نعطي للسادة الإعلاميين ورقة في هذا الموضوع فيما بعد. وكذلك على المستوى الاجتماعي، حيث كانت سباقة إلى تأسيس نظام تقاعد تعاضدي يمول من اقتطاعات للمحامين، وتحولت أمواله إلى الاستثمار في مجالات مختلفة، وكانت سباقة هيئة المحامين في القضاء النهائي، أقول النهائي، على جميع الشكايات ديال المواطنين. إذا يمكن القول بكل اعتزاز بأن الكلمة ديال السيد الوكيل العام هي كانت جوابا صريحا على تطور فعلي على مستوى هيئة المحامين، وعلى كذلك نقلة نوعية في مستوى الأداء المهني، ونقلة نوعية كذلك في مستوى التخليق المهني، ونقلة نوعية كذلك على مستوى الانخراط في تحقيق الأمن القضائي. وشكرا لكم.